السلام عليكم. كلمتين كده كنت حابب ان انا اقولهم، ويا ريت يا ريت يا رب الفيديو ده يقع في ايد حد مسؤول يعرف ايه، يعني يعرف يدي حل، سواء مني او سواء من غيري، لعل وعسى نشوف كورة مصرية جميلة نفتخر بيها. حضرتك انت لما تكون في بطولة بتتنظم زي بطولة السوبر الافريقي اللي لعبها الاهلي والزمالك، وزي السوبر المصري برضو اللي لعبه الاهلي والزمالك، وزي كاس مصر اللي لعبه الاهلي وبيراميدز قبل كده، حضرتك احنا عايزين تنظيم للبطولات في بلدنا. ليه بتحرمونا من كده؟ ليه بتحرمونا من كده؟ احنا عايزين ننظم البطوله عندنا، ما احناش قليلين، عندنا الملاعب ونقدر ان احنا ننظم البطوله، وكلنا شفنا البطوله وهي متنظمه في 2019 دوري الامم الافريقيه، مش نظمتها مصر وطلعت من البطوله دي فعلا بتنظيم رائع جدا جدا. ليه اروح الامارات وليه اروح السعوديه وليه اعمل لهم جذب سياحي؟ ما انا اجيب البطوله عندي انا، مش اجيب اعمل البطوله عندي انا وانظمها واعمل دعايه. انت متخيل ماتش الاهلي والزمالك مع بعض ده عامل زي كلاسيكو الارض، عامل زي كلاسيكو الارض او مواجهه القرن. ده في ناس كتير بتتابعك في العالم كله عشان ماتش الاهلي والزمالك. في ناس هتستقل بالكلام ده وتقول لك يا عم اهلي وزمالك ايه ده، ريال مدريد والبارسا ومش عارف ايه. على فكره ماتشاتهم بيلعبوها على ارضهم، جذب سياحي ليهم. ليه؟ ليه انا اتكلف واودي الناس هناك والناس تتحبس هناك ويبقى صوتنا مسمع في العالم كله؟ طب ما انا اجيب الناس دي هنا وتلعب على ارضي هنا، على الاقل لما حد يغلط اعرف ان انا اللي جازيه، محدش من بره يجازيه. في نفس الوقت عايز اقول يعني الكلام مش عارف هيوصل ولا مش هيوصل، بس احنا عايزين نعمل حاجة لقدام. تمام، نعمل حاجة لقدام. انت لما تعمل البطولة هنا بتخلي الفنادق اللي عندك تشتغل، تمام، بتخلي السياحة تشتغل، حتى اللي جاي يسمع ماتشات الكورة، يعني اللي جاي بيتفرج على ماتشات الكورة من بره هيشوف السياحة في مصر وهيشوف شكل مصر وهيشوف قد ايه الدنيا هنا حلوة. تمام، بتعمل لنفسك جذب سياحي. بص، مش عايز اقول لك المرافق السياحيه كلها هتشتغل، بلدك هتشتغل في الوقت ده، لان انت جاي لك اجنبي بعمله صعبه، وده اللي انت محتاجه الايام الجايه دي من الظروف اللي احنا بنشوفها. تقوم تعمل ماتش كبير زي ده في الخليج. ليه طيب؟ ليه؟ على الاقل ما اتعملش حتى في بلد افريقيه. يعني السوبر الافريقي ده المفروض يتلعب هنا في افريقيا ايا كانت، والافضل طالما الاثنين من نفس البلد، الناديين من نفس البلد، يتلعب في البلد بتاعتهم، ما يتلعب هنا في مصر. احنا عندنا استاد العاصمه الاداريه برقبه اي استاد تاني. ليه نقلل من نفسينا ونروح نلعب هناك ونجيب ابو، استغفر الله العظيم يا رب، ابو كرش يتفرج ويعمل لنا فتنه وفتنه طائفيه وفتنه كرويه وكل حاجه؟ الراجل ده لما جه مصر هنا، لما جه مصر في 2018 وكان عايز يبقى رئيس النادي الاهلي او رئيس شرفي للنادي الاهلي، كان جاي يجي يهد الاهلي بنادي بيراميدز، كان جاي يهد الاهلي ويوقع الاهلي بنادي بيراميدز. والدليل على كده ان لعيبه الاهلي، نص لعيبه الاهلي راحت بيراميدز، نص لعيبه الاهلي راحت بيراميدز. لكن للاسف ما عرفش يعمل اي حاجه، ما هي مش بالفلوس، هي ما بتجيش بالفلوس. اديك شفت كم الفلوس اللي صرفها على النادي قد ايه، وفي الاخر النادي ما حققش غير بطوله او اتنين، كلام فاضي. وفي الاخر تقريبا باع النادي ورجع تاني يقول لك انا الرئيس الشرفي للنادي الاهلي وهدعم النادي الاهلي مهما كان، لان هو ما قدرش على النادي الاهلي. على فكره حصلت مشاكل كتيره جدا جدا بين الانديه في الوقت ده، سبب وهو الراجل ده، مش بدون ذكر اسماء، وهو اللي عامل الشو ده كله. حفنة فلوس معاه وعايز الراجل يضيعها، عايز يعمل بيها شو، انا موجود، انا اللي عملت كده للنادي الاهلي، انا اللي عملت كده للكره المصريه. لا يا عم، مش عايزين منك حاجه، احنا عايزين البطولات دي كلها تتعمل عندنا في مصر. سيبك من الشغل اللي انت بتعمله ده، سيبك من كل اللي انت بتعمله والفيلم الاجنبي او العربي اللي انت بتعمله ده، احنا حافظينه، احنا حافظينه، بس المسؤولين عندنا احنا جعانين شويه، جعانين شويه. تعالى يا باشا نظم لك البطوله عندي وخد لك قرشين، مش خد لك قرشين بقى من تحت الترابيزه، لا، من فوق الترابيزه عادي وقدام الكل، ما يهمكش. الفريق الفائز هيحصل على مبلغ من المال، والفريق الخسران برضه هيحصل على مبلغ من المال، والاتحاد هيحصل على مبلغ من المال. هو ده اللي مرجعنا لورا، مش عارفين نعمل منتخب ننافس بيه، نروح بيه كاس العالم ونجيب حتى دور كويس فيه. وصلنا نهائيين
امم افريقيا مش عارفين ناخدها. ما نجيب الجيل اللي فات اللي كان كله محليين، نجيبه يجيبوا لنا افريقيا. حرام يا جدعان، والله والله العظيم حرام اللي بيحصل في الكره المصريه ده.